بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنوريكم ازاي نركب ماسوره المكوك في المكوك، لان دي عندي مهمه خالص ومصيبه كبيره ان اي حد في العالم ما يعرفش يركب الماسوره في المكوك. الماسوره ده اهي اللي على الخيط في المكوك. اول حاجه عندنا المكوك بنسحبه لما يبقى في المكنه، بنسحب من دي اللي بنشد منها. لما يبقى المكوك راكب هنا، بص يا منظر كده، لما يبقى المكوك راكب هنا اهو يا منظر، بيركب في المكوك، بيركب هنا. لما يبقى راكب هنا كده اهو المكوك، ها بنشد منين اهو من غير مكوك اهو. طبعا بيركب كده، بصوا بنشد ورا كده، الدنيا حلوه خالص اهي. بالراحه عليها كده يا شيخ منصور. بيركب هنا ونشد منين؟ نشد من دي. المكنه لسه ده شافوها في اخطاء، بس اسحبه كده. بص يا منظر اهو، ها بصوا يا جماعه، الماسوره اهي وادي المكوك. المكوك قدامي لو ركزنا معاه كده يا شيخ منظر هنلاقي ادي البتاع اللي بيسحب منها اهي، والحته الزايده دي اللي بتركب فوق في الحته الناقصه هناك عشان اوريك ان ده صح ولا غلط. وبعدين بنلاقي عندنا ريشه المكوك. ركز معايا يا منذر، يا ريت اثبت ايديك. ريشه المكوك لها مسمار، المسمار ده طبعا دي بتظبط منه القوه سحب قد ايه. بركب ازاي اهو، بص معايا اهو، اهو بركبنا اهو، وهنطلع الخيط من هنا. بصوا يا رب تثبت يا منذر يا رب. اهو من تحت الريشه، اهو بقى من تحت الريشه ونشد. بصوا معايا كده، كده راح مني خالص كده. بصوا كده غلط، راح الناحيه الثانيه. راح فين راح الخط. بصوا الخط طلع منين؟ طلع من هنا. لا انا عايز الخط يبقى هنا في النص، هنا اهو. بص في النص كده اهو. طبعا انتوا عارفين ان هم عملوا حركه على النت ان كده ماشي، مش وحش. السحب بتاعه هو مظبوط. بص اهو السحب بتاعه، انا كده بسحب اهو، لو عملت كده برضه ما ينزلكش مني، ما هي مش معيار، بس يلا حلو المهم ما ينزلش منك. وطبعا كل قماش ليه شده يا جماعه، كل قماش ليه شده عشان ايه يبقى كلام مظبوط يعني. ما فيش اسمها ظبط لكل حاجه يعني. اهو بص انا كده اهو. طب هنسيبه كده اهو ماشي معانا اهو، ما نزلش. تمام كده، ركزوا معايا كده يا حبايبي اهو. هنقطع الخيط بتاعنا، ركز كده يا منذر بقى اهو. وهنيجي للمكنه بتاعتنا يا عم منذر، وركز. هنسحب طبعا الخيط يا عم منذر شويه كده، حوالي 5 سم بدايه، وهنبدا نركب كده يا منذر. بص معايا يا حبيبي، تعالى ناحيه ثانيه هنا يا منذر، فين ناحيه ثانيه يا بابا هنا. تعالى بالتصوير كده، بص كده يا بابا. هنشيل دي خلاص عشان دي عامله مشكله معاكم، هنشيلها. هنركب المكوك، ودي حته مهمه خالص. نتاكد ان الدراعين دول مظبوطين صح، ذراع تثبيت، راكبين صح. ايوه راكبين صح. هنعمل حركه كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه معايا اهي، ماشيه مظبوطه اهي. تمام كده. المكنه هنيجي لللضمه هنسيبها دلوقتي. هنركب المكوك، بصوا معايا اهو. هنركب بص كده غلط كده. بصوا معايا يا محمد انت، بص معايا، ها كده غلط، ها كده هي غلط. وما الصح فين؟ اهي باينه اهي اهو. وروح ضاغط واسمع التكه كده. طبعا في لجه كبيره دي مش حلوه يعني، شكلها ان في بوش والفور ده كله عايز يغير، يعني عايز يغير المنطقه دي كلها يعني. المهم طيب دلوقتي احنا عندنا ادي الخيط اهو من المكوك. بص يا منذر، واللضمه فوق يا حبيبي اهي يا منذر. بصوا معايا اللضمه فوق اهي، 1 2 3، ها بين الطبقين 4، واطلع تاني فوق اهو الخطاف ده. بصوا معايا اهو. طب احنا لاضمين ننزل عند الابره، ننزل تحت المنظور هنا. الابره يا جماعه زي ما احنا عارفين التركيب الصحيح هنا في شق في النص هنا، خط محفور هنا، دايما يبقى على لك الشمال والمبطط هنا على الجهه اليمين. دلوقتي انا عايز نعرف المكنه دي مظبوطه ولا مش مظبوطه من غير ما نجرب على قماش. هنروح نازل كده ماسك الخدايه واروح نازل مره. العريس اللي هو اللي فوق والعروسه اللي هي تحت، ركزوا معايا. العريس اللي فوق والعروسه فين؟ ان العريس نزل تحت وجاب العروسه في ايديه، يبقى الدنيا حلوه اهو. العريس جاب ايد العروسه اهو. بصوا معايا، بصوا اهو. اول مره ما جابهاش، ها ثاني مره ما جابهاش، بص ثالث مره. بصوا يا جماعه، بصوا معايا اهو جابها. نقدر نقول كده ان اسمها التقسيمه شبه مظبوطه. عشان نختبر هنجيب قماشه عاديه. هات القماشه اللي معاك كده يا ام محمد. لا القماشه العاديه فين؟ خضراء يا جماعه. طبعا بص يا منذر كده، بص لي كده يا بابا، بص لي هنا. القماش الفيزين ده ما نجربش عليه، ده لازم تجيب له الابره دي. المكنه دي يا اما اسمها ابره ذهبيه وتركب بنفس الطريقه، او في طريقه ثانيه هتلف لي على الدواسه من تحت، حط لي بلاستر. لكن عشان اشتغل الابره العاديه على قماش الفيزون الحريمي ده كله، ركز يا منذر هنا، مش هينفع. هنجيب قماشه عاديه، قماش قطن او من العاد الرجالي، ونجرب الدنيا اخبار ايه. دلوقتي هنوقف الفيديو لحد منذر ما اجيب لي ايه كده قماش. اعمل ايقاف يا منذر، اعرف دلوقتي الدنيا مظبوطه ولا مش مظبوطه. دي قماشه عاديه رجالي يعني خامات طبيعيه. هنبدا يا جماعه كده بفضل الله
نجيب الخيط ده قدام والابره قدام، وخيط المكوكه يا شيخ منذر ورا. ركزوا معايا، ركز يا مصور الله يصلح حالك، عشان اللي ايه. رجاء طبعا يا جماعه الناس تعمل لايك وتسمع الفيديو للاخر عشان القناه فيها عطل. هنبدا نعملها طبقتين اتنين وننزل كده اهو، ننزل معانا كده. اول مره الخيط دايما بصوا يا جماعه مثبته بدايه من قدام، وروح بص على الطريقه كده يا منذر. هننزل ننزل اهو. انا طبعا ما فيش موتور، بصوا معايا اهي اهي، بصوا معايا كده اهي، بصوا معايا. هندين هنا معيار بقى، المكنه مظبوطه ولا بتفوت فعلا. بصوا معايا، الفورت هنا يبقى المكنه دي مش مظبوطه، الفورت هنا مش مظبوطه. انا شغال بدايه اهو حاليا، بصوا معايا 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 بصوا حبايبي بصوا بصوا معايا يا جماعه، بصوا معايا المكنه. خليكم معايا بس معلش، انا كده شغال بشتغل بالايد بس والله. بصوا معايا طب تحت في خياطه، محتاج اظبط شويه دول يعني. ده مربوط جامد منزل، العيار مربوط جامد يعني. برضو يا جماعه اللي يقول على المكنه يبقى خياط يريح باله. ايوه سيبكم من كل واحد يقول له جيب لي مكنه اقعد تخبط، سيبكم منه يا جماعه. شوفوا الدنيا اخبارها ايه. بصوا هرجع تاني نشوف الدنيا اخبارها ايه. اهي ده شغل عيار. بصوا معايا يعني هي بتخيل بس برضه يا جماعه. بصوا في تفويت، في ايه؟ في تفويت اهيت وتفويت اهي. طيب حاليا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا حاليا بالنسبه لي بصوا معايا كده، الابره دي انا شاك. بص يا منزل على الابره، انا شاك ان الابره دي عايز تنزل سنه. يعني انت هتعمل ايه؟ بصوا معايا في هنوقف شويه هنا، بنفك يا ده خلاص اهيت يا منذر. هنحاول نفك الابره، هات المفك الاصفر. هنفك الابره من هنا، المفك الاصفر مظبوط على هات المفك الاصفر. هنفك الابره ديت، نفك انا من هنا حاليا دلوقتي المفك الاصفر يا منذر، لقيتها جامده. فانا هنفك شويه ونحاول ننزل الابره دي، انزلها شويه، انزلها شويه صغيرين بحيث ما تجرش، عشان يبقى التقسيمه ايه مظبوطه. هات يا ابني المفك الاصفر اللي كان معاك كهرباء، هات عادي، احنا في انتظار المفك. اعرف التركيبه يا جماعه. الحفر اللي في الابره يا رب يكون باين اهو اهو على الشمال، وفي حته مبططه هنا على اليمين. على اليمين باين، مش عارف باينه في الكاميرا، خلي بالكم في الجهه في على اليمين اهي اهي. لحظه كده تعالى كده يا منذر، امسك حبيبي خليك مستمر. هنفك كده، هنفك يا جماعه. طبعا ما ينفعش الواحد كل شويه يشيل المكنه ويروح الواحد. فكينا اهو، فكينا بصوا، فكينا شويه اهو. هنحاول ننزل شويه كده بالابره دي شويه سنه كده ونجرب على اساس التقديمه بتاعتكم مؤخره. ونربط شويه ونربط سنه كده. ركز يا منذر معايا كده. انا ربطت بايديا، هنربط من فك اهو، شايفين يا رب لهم منذر حلو كده. وحاول انزل بس بالراحه. المكنه لو ضجرت معايا نرفع تاني، بصوا معايا، لو ضجرت هنرفع، لو ضجرت هنرفع. بصوا معايا كده، ما ضجرتش طب نواصل بقى. هي ما ضجرتش كده، انا بنقدم التقسيمه تحت المكنه لان شكلها خرا. بصوا والله يا جماعه معانا يعني كده معقول، بس طبعا هي متفتفه، ده عيار. يبقى هنا الابره دي في عندك حل. بص هنا، بصوا معايا حبيبي، بصوا معايا هنا الابره. بص شوف بص الابره مرفوعه خالص. انت تظبط الابره ممكن تنزلها كمان سنه عشان تظبط التقسيمه. وهتربط تاني يا منذر، ركز معايا اهو، انا بنربط اهو. بص معايا كده اهو، انا طول الابره على اخر ما عندك، بس بحيث الابره ما تجرش تحت. طولت الابره على اخر ما عندي، وهننزل واحده تجربه تيست بالراحه. ان لقيت ان الابره ضجرت هنرفع الابره تاني. بصوا معايا، اسكت يا بابا، هننزل. بصوا معايا، ركز يا منذر اهو، هننزل. بصوا معايا هننزل. بصوا ما ضجرتش، يبقى معناها الابره كانت مرفوعه جامد. وهنمشي احنا كده في نفس المسار اهو. بص اهو. بصوا يا جماعه بفضل الله، بصوا بدينا كده نظبط الاداء. بصوا اهي بدينا. ركز يا منذر بقى، انت يا منذر هنا يا حبيب بابا، الله ينور عليك. بص حبيب بابا اهو. هنطلع المكنه كده ونشوف من اول السيستم. ركز يا منذر عشان ما تزومش الفيديو. هنجيب كمان خط في ريحه كده يا جماعه اهو. يبقى الابره كانت مرفوعه، يبقى انت نزل الابره على اخر ما عندك واعمل تيست بايديك مش بالموتور. هننزل يا جماعه اهو، انا بايديا اهو، بايديك اهو. بصوا معايا، اللي مركب الابره رافعها على اخر واحده. الله ينور عليك. الباقي شغل عيار. بصوا يا جماعه، بصوا معايا، لاحظنا، ركز يا منذر كده، لاحظنا الخيط موجود فيه تفتفه بس مفيش ولا تفويت اهي.
ما فيش ولا تفوت، يبقى الابره دي كانت مرفوعه. الباقي كله شد عيار، يا اما من فوق ومن تحت. طبعا شكلها العرض عايزه ظبط اصلا. يبقى الابره كانت مالها، العيب اللي كان في المكنه دي الابره كانت مالها كانت مرفوعه فوق، مرفوعة لفوق. مرفوعه لفوق. يبقى انت كده تحاول تنزل الابره على اخر ما عندك وتنزل بايديك اولا، ده تجربه. ما تقدرش تشتغل عشان تبقى التقسيم اهي اهي يا جماعه اهي. طبعا المكنه دي بتاعت ست كبيره ومركونه، وطبعا انا بالنسبه لي هي عايزه تغيير كامل من جوه ومن بره عشان تديني اداء، لكن حاليا اهو بصوا معايا اهو 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 شايفين يا جماعه؟ بصوا يا جماعه اهو 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 اللي موسع الغرزه لكن ما فوتتش. الباقي شد عيار يا جماعه، الباقي شد ايه؟ ركزوا يا منذر، والله العظيم انت مزوق يا منذر، ما حد انا مالي بس ازاي يا شيخ اهو يا جماعه ما فوتتش اهي اهي اهي. يبقى العيب اللي كان عندنا النهارده، العيب اللي شفناه النهارده عباره عن ان اللي بص الابره اهي منذر كانت مرفوعه. فين بص يا جماعه، فين مجرى الابره اهي اهي الابره المجرى اهي. بعض المكن المجرى اهي اهي اهي. تنزل الابره لقيت الابره في تفويت عندك في القماش العادي، يبقى نزل الابره وجرب بالراحه بحيث ما تجرش. وكان النهارده عطله بسيط خالص، الباقي شد عيارات من فوق ومن تحت. طبعا المكنه متهالكه، وانا يعني هي بتاعت حاجه ربنا يصلح حالها ويبارك فيها، تعمل اي حاله من جوه خلاص. لكن حاليا اللي بص يا ام محمد، احنا بدينا بص هي مفوتت في الاول اهي، ووصلنا في الاخر الابره اشتغل بفضل الله بنفس المكنه. بصوا معايا وظبطنا كمان، بصوا بدات تعمل غرزه حلوه خالص بفضل الله. يبقى عطل النهارده عطل بسيط من الابره. ان كانت فوتت منك نزل الابره للاخر تحت، نزل الابره للاخر تحت وجرب بايديك بالحدافه. قبلت منك كمل، ضجرت ارفع الابره سنه سنه لفوق. كان معاكم النهارده اخوكم عبد المنعم النويشي من قناه النويشي قماش ومقص. ما تنسوناش من صالح دعواتكم ودعم القناه، بتسمع الفيديو اول 50 واحد حط لايك بالله عليكم، وربنا ما يحرمنا من دعوات الصالحين. وكان مصور النهارده الحلقه الاستاذ منذر النويشي، قناه النويشي قماش ومقص.